كمل الفيديو ده للاخر عشان مش هتصدق السعر. في مشروع فيلات نازل باسعار مجنونه في العاصمه الاداريه، والغريبه بقى انه مش مثلا مشروع مكانه مش حلو او في حته ضعيفه، ده في احلى موقع في العاصمه الاداريه تقريبا، ومع شركه من اقوى المطورين العقاريين في مصر. هي اسعار الفيلات في التجمع وصلت كام؟ ارخص فيلا تقسيط في التجمع دلوقتي بتبدا من 27 مليون جنيه. طب هسالك سؤال، تفتكر بعد 5 سنين من النهارده سعر الفيلا دي في التجمع هيوصل كام؟ مش اقل من 60 مليون جنيه. طب وفي العاصمه الاداريه؟ هي دي بقى التريك، سعر الفيلا دي في العاصمه هيعدي 60 مليون جنيه، بس حضرتك مش هتشتريها ب 27 مليون، هتشتريها ارخص من كده بكتير. اللي بيشتري في العاصمه بيشتري بسعر ارخص مقابل انه هيستنى فتره اطول عشان يعمل اعاده بيع، بس في الاخر هيبيعها اغلى من التجمع، لان مستوى كل حاجه معمول في العاصمه اعلى بكتير من التجمع. طب لو عايز اشتري فيلا تقسيط دلوقتي في العاصمه سعرها كام؟ مفيش ولا مشروع فيلات دلوقتي معروض في العاصمه، صح؟ لا في، ودي المفاجأة اللي أنا جايبها لك، واسمع بقى. ده الحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية، فيه 198 سفارة كلهم مبنيين، وفي كمان المقرات الرئيسية لشركات الطيران العالمية. المناطق الدبلوماسية في أي بلد بيبقى فيها أغلى سعر للعقار في البلد دي، لأنها غير مكررة وبتتأجر بالدولار وبتبقى إيجاراتها عالية جدا. جت شركة قوية جدا بقى خدت قطعة الأرض دي اللي هي تقريبا أميز قطعة أرض في العاصمة، واجهتها كلها على حي السفارات من ناحية، والناحية التانية قدامك النهر الأخضر. المشروع ده معدل الزيادة في الأسعار بتاعته هيبقى عالي جدا بسبب مكانه وبسبب الإيجارات اللي هتكون موجودة هناك. وأنا دايما بقولك إن أكتر حاجة بتعلي سعر العقار هو سعر الإيجارات، والمشروع ده متقسم لاتنين كومباوند، الأكبر فيلات والأصغر شقق. عارف سعر الفيلات بيبدأ من كام؟ 12 مليون جنيه تقسيط على 10 سنين، والشقق الغرفتين بتبدأ من 4.5 مليون جنيه. تخيل فيلا في مكان زي ده ب 12 مليون جنيه، اللي هو اصلا سعر شقه غرفتين دلوقتي في التجمع. الفيلا دي بعد 5 سنين من النهارده هتسمع فيها فوق ال 60 مليون جنيه، وهفكرك وخصوصا ان المطور من اكتر المطورين الملتزمين في مصر، وباني كومباوند في العاصمه تقدر تشوف مستواه بنفسك. المشروع ده لسه محدش يعرف عنه اي حاجه، وانا اول حد في مصر هيقولك عليه، يعني عندك دلوقتي فرصه انك تكون من اول الناس اللي بتحجز. وبما ان الفيلات في العاصمه مطلوبه جدا ومش معروض منها كتير، لان المطورين كلهم بيعملوا كومباوند شقق لان ارباحه اكتر، ده 8 ادوار وده دورين، فالكومباوند ده هيخلص يوم الطرح. عشان كده لو بتفكر بس تحجز ابعت لي رقمك في رساله وانا هكلمك وهقول لك كل التفاصيل. انا سامي صموئيل، ولو عايز تكون اول واحد بيعرف اهم العروض العقاريه في مصر اعمل فولو.